في الفيديو اللي فات من سلسلة الباك رومز، تخيل نفسك كده في يوم من الايام انت دلوقتي وصلت للباك رومز، مكان بيسود اللون الاصفر وريحه السجاد الرطب، وتعتبر اول صوره انتشرت للباك رومز. بيقول ربنا يحفظك لو انت سمعت حاجه هناك بتتحرك بالقرب منك وكأن المكان ده ملعون. بيقول لو انت شفت او سمعت اي حاجه هناك فخليك عارف ان ده مش بشر. المخلوقات اللي قدامك دي بيبقى عندهم رغبه بشعه في ان هم يقتلوك ويعذبوك بواسطه ادوات حاده صغيره بيبقى ماسكينها في ايديهم، بحيث انك لو بصيت على وشوشهم هتلاقيها ممسوحه تماما. عرفنا ايه هي الباك رومز وازاي انتشرت، وعرفنا برضو ازاي الناس بينتقلوا ليها بطريقه عشوائيه اللي بتبقى عن طريق الاماكن الموجوده في الواقع اللي بتبقى فيها جليتش، وعرفنا برضو ان اللي بيحصل ده بيتسمى بالنو كليب. وبعدها عرفتك على بعض المستويات المشهوره في الباك رومز زي المستوى 0، واللي عرفنا ان هو اول واشهر مستوى معروف عن الباك رومز، واللي لو انت خرجت منه بالطريقه الافتراضيه هتتنقل للمستوى 1 واللي برضو عرفتك عليه. ومش كده وبس، ده احنا عرفنا وشفنا المخلوقات المرعبه الموجوده في المستوى 1 ده زي الهاوند والفيسلينكس وغيرهم. وبعدها عرفنا ليفل فن او مستوى المرح والمخلوقات المرعبه اللي موجوده في المستوى ده. بس استنى، في الفيديو اللي فات وانا بتكلم كده جبت لكم كده سيره يوتيوبر عنده قناه باسم كيم بيكسلز بيصنع فيها فيديوهات تخيليه عن عالم الباك رومز وعن اللي بيحصل جواها. وبما ان الفيديو اللي فات كان عباره عن فهم الباك رومز وبعض المستويات المشهوره، فالمره دي في الجزء ده من سلسله الباك رومز هنحلل مع بعض كده اول فيديو نزل عن الباك رومز على قناه كيم بيكسلز، واللي بعنوان تسجيلات مكتشفه من الباك رومز. عايز اقول لك ان فيديو النهارده ان شاء الله هيبقى زي الفيديو اللي قبله، فيديو كامل الدسم. فبرضه بنصحك انك تجيب حاجه تاكلها وانت بتتفرج وتلبس سماعتك عشان تقدر تندمج في الاجواء المرعبه بتاعه الفيديو ده، وما تنساش تصلي على النبي. واتمنى لك بجد انك توصل لنهايه الفيديو ده بكل سلام وامان. Sound, camera, Rolling. all right, and action. All right, cut. That was good. That was good, guys. All right, that was good. I'm thinking we get a wide angle, and then we're done. Okay? All right. Yeah, cool. Like how much further? Like A little more. A little more. you got? Yeah. Whoa! زي ما انتوا شفتوا قدامكم كده مجموعه صحاب مع بعض كانوا بيصوروا مشهد من فيلم قصير باين او فيديو معين باين عليه ان هو كان فيديو رعب. يعني باختصار يعني كان يوم عادي جدا بالنسبه لهم قبل ما يكون اكتر يوم غريب ومرعب في حياتهم، او بالتحديد في حياه الشخص اللي كان ماسك الكاميرا ده، واللي بالمناسبه كان اسمه كيم بيرسونز. هتستغرب وتقول لي انت عرفت اسمه منين؟ بص يا سيدي، لو خدت بالك من الكلام اللي كان مكتوب هنا كده هتعرف حاجتين اهم من بعض، وهو ان المصور او الشخص اللي كان ماسك الكاميرا ده اسمه كيم بيرسونز. والحاجه الثانيه المهمه اللي عايزك تعرفها واللي تعتبر اهم من الاولانيه وهو تاريخ تصوير المشهد ده، واللي مكتوب هنا ان هو كان في تاريخ 4/7 سنه 1991. وبما اننا جبنا سيره التواريخ فانا عايز الفت انتباهك لحاجه مهمه جدا لازم كلنا ناخد بالنا منها، واولكم انا، وهي التواريخ. لازم نركز كويس في تاريخ كل المشاهد والفيديوهات اللي اليوتيوبر ده بينزلها عشان نعرف نحدد ترتيب الاحداث بالظبط. ولا ما اقصدش بالتاريخ بتاع نزول الفيديو على اليوتيوب، انا ما اقصد تاريخ الواقعه اللي حصلت في الفيديو ده. المهم لو خدنا بالنا من اللي حصل ده هنلاقي ان هو حاول يرجع كذا خطوه لورا عشان يصور المشهد بزاويه اكبر شويه، بس حرفيا في جزء من الثانيه وقبل ما حتى يرمش عينيه فجاه وكانه اتكعبل في حاجه او وكان الارض بلعته. بس للاسف هو ما اتبلعش جواها، ده لقى نفسه بيترمي في مكان بيسود اللون الاصفر سواء الحيطان او الارضيه بتاعته. وبرضه خدنا بالنا من صوت لمبات الفلوريسنت اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. باختصار شديد كده نقدر نوصف اللي حصل للشخص ده ان هو وقف في منطقه فيها جليتش او خلل يعني، وبسبب كده حصل له نو كليب وانتقل لاكتر الاماكن الغامضه والمرعبه، مكان مش هيخرج منه حي ابدا، هو الباك رومز، او بالتحديد هو انتقل للمستوى 0 في الباك رومز. بعد اللي حصل معاه ده قام من على الارض يبص حواليه ويندى على صحابه. هو حرفيا وكانه كان في حلم وصح منه فجاه في الواقع الاصفر ده اللي يعتبر خالي من اي مخلوق حي. Hello? Hello? Hey guys. What is this? وبعدها بدأ يتحرك في الممرات بتاعة المستوى ده على اساس ان هو ممكن يلاقي شخص يساعده او مخرج من اللي هو فيه ده او ايا كان يعني. بس استنى، عايزكم تركزوا كويس في المشهد اللي هيجي دلوقتي. Hello? Is someone there?
لو خدت بالك كان في شخص او كيان او ايا كان هو ايه بالظبط، المهم ان هو كان بيراقبه من الممر اللي هو كان جاي منه. لما كيم بيرسونز حس ان في حد وراه وبص عشان يشوف في ايه، في لحظه الشيء ده اختفى، والظاهر كده ان هو ما خدش باله، لان اظن كده لو كان خد باله من اللي كان موجود ده كان هيرجع عشان يشوف في ايه. بس بما ان الكاميرا قدرت تلحق الشيء ده قبل ما يمشي، فنقدر نفسر اللي احنا شفناه ده ان هو مش شخص بشري، حيث ان مفيش دراع او راس انسان او حاجه زي كده تدل ان هو انسان عادي بيبص عليه. بس المهم ان هو كمل طريقه في الممرات المظلمه دي، وطول ما هو ماشي في الممرات دي هنلاحظ صوت لمبات الفلورسنت اللي شغال باستمرار، وكمان هنلاحظ الممرات اللي ملهاش نهايه، وكل ما يخش في ممر قدامه يلاقي ممرات اكتر واكتر. بس وهو ماشي كده بيستكشف الاوضه اللي ملهاش نهايه دي، هيخش على اوضه معينه كده فيها حاجه اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. زي ما انتوا شفتوا قدامكم كده، سلم خشبي غريب بيوصلك لفتحه موجوده في الحيطه، وعلى حسب القصه الاصليه بتاعت المستوى ده فالمفروض تقريبا ان الفتحه دي تنقله للمستوى اللي بعد كده. فخلينا نشوف كده ايه اللي هيحصل لما يعدي من خلال الفتحه دي. للاسف الفتحه دي ما وصلتهوش للمستوى واحد زي ما كلنا فاكرين ان هو هيحصل. هو الظاهر كده دخل في ممر بيخرجك على اوضه تانية من المستوى صفر، فبرضه كمل طريقه في الممرات اللي ملهاش نهايه دي. Can anybody hear me? Hello? Damn it. خدت بالك من اللي كان في الضلمه هناك ده؟ تعالوا كده نعيد المشهد ده بسرعه بطيئه شويه. اظن كده بقى واضح قدامنا ان في شيء او كائن مش بشري في المستوى ده بيراقب الشخص ده في كل تحركاته. والظاهر كده على الكائن اللي موجود في الضلمه ده ان هو كيان طويل وهزيل، وغير كده كمان لو ناخد بالنا ان كل ما الكيان ده يكون موجود بنلاقي ان كيم بيبص وراه بسرعه، وكانه حاسس بوجود حد معاه بالقرب منه وبيراقبه. وده بيفكرني بالكلام اللي احنا قرأناه في الفيديو اللي فات. لو انت سمعت اي حاجه بتتحرك بالقرب منك في المستوى ده فبكل تاكيد ان هو سمعك. المهم كالعاده كمل طريقه يدور على اي مخرج من المتاهه اللي هو فيها دي لحد ما وصل للمكان اللي قدامكم ده. تحسها عباره عن اوض كتيره بس مفتحه على بعض، بس الاغرب من كده هي الاسهم اللي موجوده على الحيطان دي اللي بتشير ان هو يمشي في طريق معين، وكأن في حد ابن حلال حب يرشده للطريق الصح في المتاهه دي. وحرفيا عايز اقول يا ريته ما مشي في الاتجاه اللي الاسهم دي بتشير ليها. What the hell? وصل للرسمه اللي على الحيطه دي اللي مرسوم عليها عينين لونهم اسود وزي شباك كده مرسوم عليه شمس، وكان في برضه ايدين ملطخين الحيطه بنفس اللون الاسود ده. المهم ان كان تحت الرسومات دي كلام كتير، منهم الكلام المكتوب اللي هو حاول يقراه ده، اللي كان بيقول خليك ثابت ما تتحركش. وقبل ما حتى يستوعب معنى الكلام اللي مكتوب ده ظهر صوت مرعب وراه وكأنه صوت انسان بشري بيصرخ بصوت عالي. لو بصينا على مصدر الصوت ده هنلاقي ان الكائن اللي كان بيراقبه من شويه قرر يطلع له بشكله الغريب وصوته المرعب ده. وبسبب الموقف المرعب اللي حصل له ده كيم بيرسونز خد بعضه وجري بسرعه من المخلوق المرعب اللي بيجري وراه ده، وحرفيا هو رجع من نفس الطريق اللي جه منه. ولو انت اتفرجت على الحلقه اللي فاتت هتقدر تفهم ايه اللي هيحصل دلوقتي.
لحد هنا ونقف شويه. تعالوا بقى نراجع المشاهد دي كلها واقول لكم على شويه نظريات كده على اللي حصل من شويه ده. مبدئيا زي ما احنا شفنا ان كيم بيرسونز رجع من نفس الطريق اللي هو جه منه، بدليل ان هو عدى على الاسهم وعدى على الممرات الضلمه اللي كان جاي فيها اول مره بدا يتحرك في الباك رومز، ولما كمل طريقه دخل في مكان عباره عن ممرات كتير جدا متداخله في بعض. هنا بقى ممكن نفسر ده بنظريتين اتنين، يا اما ان الباك رومز غيرت الطرق بتاعتها بحيث ان هو لما رجع من نفس الطريق اللي هو جه منه ما وصلش لنفس المكان اللي بدا فيه، انما ده وصل للمكان اللي فيه ممرات كتير ده، او ممكن نفسر ده ان هو دخل في طريق تاني اصلا وصلته الممرات دي. وطبعا زي ما انتوا خدتوا بالكم المخلوق الغريب والمرعب ده فضل يجري وراه وكان خلاص هيقرب منه في المكان اللي فيه الممرات الكتيره دي، لولا ان هو دخل في ممر من الممرات دي ولقى فتحه في الارض ونط فيها. بس استنى، لو ركزنا في الصوت بتاع المخلوق ده وهو بيجري وراه هتحسه بيقول كلام بس مش مفهوم هو ايه صيغته بالظبط. ولحسن الحظ لقيت فيديو على اليوتيوب لشخص حاول يفسر الكلام اللي المخلوق ده بيقوله، والفيديو ده بعنوان ايه الكلام اللي المخلوق بتاع الباك رومز كان بيقوله لو انت ركزت فيه كويس. وبناء على الفيديو اللي انا شفته ده هكتب لكم ايه اللي المخلوق ده كان بيقوله. لو هنفترض ان كيم بيرسونز فعلا مخلي المخلوق ده يقول الكلمات اللي احنا سمعناها دي، فده يخلينا نفترض نظريتين للمخلوق ده، يا اما المخلوق ده كان عباره عن انسان بشري طبيعي جدا كان موجود في الباك رومز قبل كده وبطريقه ما اتحول للكيان الهزيل المرعب ده اللي تحسه عباره عن مجموعه اسلاك متشابكه في بعض، وكان بيحاول ينقذ الشخص ده اللي هو كيم بيرسونز يعني من ان هو يخش او يتعمق جوه في الباك رومز، وكان عايز يلحقه بس للاسف هو ما لحقهوش. يا اما بقى المخلوق ده اصلا عباره عن مخلوق عدائي موجود اصلا في المستوى ده، والمخلوق ده عباره عن بكتيريا اتحورت وبقت بالمنظر المرعب اللي قدامكم ده، والصوت اللي كان طالع من المخلوق ده ما هو الا عباره عن محاكاه للصوت البشري عشان يقدر يصطاد الضحايا بتاعته اللي هم البشر. ولو سالتني عن السبب اللي خلاني اقول عن المخلوق ده ان هو عباره عن بكتيريا متحوره، فده بسبب ان كيم بيرسونز كان منزل بوست زمان بعنوان بكتيريا، وكان في مواقع وكومنتات كتير ربطوا الخيوط دي كلها ببعض وفسروا ان المخلوق ده عباره عن بكتيريا متحوره. نسيبنا من جو النظريات ده وتعالوا نشوف كين وصل فين بعد ما وقع في الفتحه اللي في المستوى ده. صراحة أنا مش متأكد هو انتقل لأنهي مستوى بالظبط، بس على حسب القصة الأصلية إنك لو وقعت في فتحة في الأرضية بتاعة المستوى 0 هتوصل للمستوى 27، فأنا ما أقدرش أكد إن هو وصل للمستوى ده فعلا ولا لأ، بس في حاجة هتحصل دلوقتي هتخلي نسبة الشك تزيد شوية إن هو فعلا وصل للمستوى 27. بسبب اللي حصل ده خلاني اشك شويه ان ده فعلا هو المستوى 27، لان لو قرانا المكتوب هنا كده هتلاقيه بيقول لك ان النور في المستوى 27 بيقفل بطريقه عشوائيه، بس لما بيقفل بيقعد على الاقل حوالي ساعه كامله ويرجع تاني، انما اللي احنا شفناه حاليا في الفيديو ده مش مناسب خالص مع الكلام اللي مكتوب ده، فخلونا نطنش الجزئيه دي وخلونا نكمل ونشوف هو انتقل فين بعد كده لما كمل طلوع على السلم اللي قدامكم ده. This place.
من اللي احنا شفناه حاليا ده، فحرفيا هو حاليا موجود في المستوى 188 واللي بيتسمى ذا ويندوز، واللي معناها النوافذ او الشبابيك. وده واضح من المشهد اللي قدامنا ده، بحيث ان كان فيه كميه شبابيك كتير جدا وكل شباك فيهم بيطل على مستوى معين، ودي تعتبر خاصيه مميزه في المستوى ده. المهم بعد ما استغرب من اللي شافه ده، هيكمل طريقه في المكان ده، وهنلاحظ في المشهد ده ان فيه زي صندوق زي بتاع الزباله كده، وفي حبل مرمي على الارض جنبه، وبعدها كمل طريقه عادي. بس لو ركزتوا كويس في الصوت هتسمعوا ان في صوت آلات كتير شغاله. فهيفضل ماشي ورا الصوت ده لحد ما يوصل لمكان هيخليه يستغرب اكتر واكتر. What the This isn't real. This isn't real. This isn't real. بصراحة أنا ما عنديش أي تعليق على المنظر ده، لأن حرفيا ما أعرفش هو إيه المكان اللي هو وصل له ده. حرفيا هو كأنها منشأة كاملة شغالة بواسطة آلات معينة، وهو وصل لممر بيوصل لطريق فيها. أنا ما أعرفش هو إيه ده بالظبط، بس المهم إن هو خد بعضه وغير طريقه لحد ما يوصل لباب معين كده، وهيتصدم بمجرد إن هو يفتحه. You gotta be kidding me. انا بصراحه ما اعرفش ايه الاسوأ في ده كله، هل انك خرجت من المكان الغريب اللي انت كنت فيه ده، ولا ان انت وصلت للمستوى صفر تاني اللي كان المخلوق الغريب والمرعب ده بيجري وراك فيه. حرفيا هو كانه ماشي في دايره، ابتدى بالمستوى صفر ورجع تاني للمستوى صفر. فهل هتحصل له الصدفه السعيده ويقابل المخلوق ده تاني ولا لا؟ خلونا نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي لما يخش تاني للمستوى ده. الكاميرا بدأت تعمل صوت تشويش غريب بمجرد ما دخل الممر ده، وزي ما انتم شايفين كين ذات نفسه اصلا بدأ يحس ان في حاجة في الممر ده، وبدأ يبطئ خطواته شوية. وحرفيا عايز اقول ان شكه كان في محله. هو حاليا خلاص يعتبر بيودع حياته، لانه رجع تاني للمخلوق المرعب ده، فحاول يستخبى في ممر صغير مظلم موجود في الحيطة. اظن ان احنا المره دي شايفين المخلوق ده بطريقه اوضح بكتير من المره اللي فاتت، بحيث تفاصيل جسمه باينه اكتر، وباين على طريقه الحركه بتاعته ان هي مش طبيعيه. الظاهر كده ان المخلوق ده ليه تاثير على الكاميرا، لانها بدات تشوش اكتر بمجرد ما المخلوق ده ظهر قدامها. بس زي ما احنا شايفين كده ان كين لما حاول يخش شويه في الممر ده لقى فتحه تانية في الارضيه، وقبل ما حتى ياخد قرار ان هو ينزل فيها ولا لا،
اظن في اسئله كتير بتدور في دماغك دلوقتي عن اللي حصل ده. بص يا سيدي، ممكن انت في البدايه تكون من الناس اللي فكروا ان المخلوق ده زق كيم بيرسونز في الفتحه دي، وبعدها حصل نو كليب تاني وخرج للواقع اللي احنا فيه حاليا. بس احب احبطك واقول لك ان في الحقيقه مش ده اللي حصل بالظبط. بص يا سيدي، لو ركزنا كويس في المشهد ده اللي هو لما المخلوق ده ظهر وراه، هنلاحظ ان المخلوق ده قرب قوي من كيم بيرسونز، وبعدها شاله من على الارض قبل ما ينط. وبالنسبه للكاميرا بتاعته، فالكاميرا وقعت من ايده ووقعت في الفتحه دي اللي بدورها عملت نو كليب للكاميرا ونقلتها تاني بره الباك رومز. والاغرب من كده ان لما حاولت ادور في الكومنتات بتاعت الفيديو ده ما لقيتش حد لاحظ الجزئيه دي خالص، او ممكن في حد لاحظ بس انا ما شفتوش. بس اللي عايز اقوله لكم يعني ان انا كتبت كومنت على الفيديو ده بالجزئيه الصغيره اللي انا لاحظتها دي لما بطأت سرعه الفيديو على ابطأ سرعه، وفعلا لقيت ناس كتير جدا كانوا مؤيدين للي انا لاحظته ده. بس استنى، فاكر شويه النظريات اللي طلعناها على المخلوق ده؟ تعالوا بقى نربط الاحداث دي كلها ببعضها. بص يا سيدي، لو هنفترض فعلا ان المخلوق ده مخلوق مسالم وكان بيحاول ينقذ كيم بيرسون من ان هو يتعمق في الباك رومز، فهنقدر نفسر المشهد الاخير ده بان المخلوق ده كان عارف ان لو كيم بيرسون كان نط في الفتحه دي كان هيحصل له نو كليب وهينتقل بالواقع اللي احنا فيه ده، وكان هيقع من المسافه المرتفعه دي كلها وهيموت، وعشان كده المخلوق ده انقذه من الموت. انما بقى لو هنفترض ان المخلوق ده عدائي، فبكل بساطه هنفسر المشهد الاخير ده بان المخلوق ده كان بيلاحقه عشان يموته، ولما كيم بيرسون كان هيقرر خلاص ان هو ينط في الفتحه دي، المخلوق مسكه وسحبه جوه الباك رومز، واتبقت الكاميرا اللي خرجت من الجحيم ده ورجعت تاني في العالم الواقعي اللي احنا فيه حاليا ده. وبعد كده حد لقاها وشير اللي شافوا عليها ده، اللي هو الفيديو اللي انا وانتوا شفناه واللي احنا حللناه دلوقتي. وبس كده، ده كان اول فيديو نزل على الباك رومز على قناه كيم بيكسلز. بس استنى، فاكر في بدايه الفيديو خالص لما قلت لك عايزك تركز كويس على التواريخ بتاعت الفيديوهات اللي كيم بيرسونز بينزلها؟ تعالى بقى افهمك انا ليه قلت لك كده. بص يا سيدي، لو بصينا على الديسكربشن بتاع الفيديو ده كده هنلاقي مكتوب 23 سبتمبر سنه 1996، وده عباره عن التاريخ اللي الشريط ده اتوجد فيه. انما اللي حصل ده كله اتسجل في سنه 1991. ومش كده وبس، ده كمان موجود في الديسكربشن لينك الفيديو تاني خالص، ولو ضغطنا على اللينك ده هنلاقيه ان هو فتح لنا فيديو بالعنوان اللي قدامكم ده، واللي اتنشر برضه بوسط قناه كيم بيكسلز. لو ركزنا بعينينا كويس هنلاحظ ان مكتوب هنا ان الفيديو ده غير مدرج او انليستد، وبكل بساطه ده معناه انك لو حاولت تدور على اليوتيوب على الفيديو ده عمرك ما هتلاقيه، الا لو انت بقى معاك اللينك بتاع الفيديو ده ذات نفسه، واللي احنا حاليا لسه لاقيينه في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. وكأن كيم بيرسونز عايز يلفت انتباهنا بطريقه ثعبانيه كده للفيديو ده، وكأنه عايز يعرفنا على حاجه معينه هتساعدنا نفهم حاجه في قصه الباك رومز الغامضه دي، او نقدر باختصار نقول ان هو بيحاول يدينا طرف الخيط عشان نقدر نفهم الباك رومز بشكل اكتر. فتعالوا كده نشوف ايه محتوى الفيديو ده. الفيديو زي ما احنا شايفين وسامعين كده بيبتدي بموسيقى غريبه. بالنسبه لي شخصيا الموسيقى دي خلتني مش مرتاح لما سمعتها في البدايه، بس المهم ان في كلام هيظهر في نص الشاشه بيقول archive.tar، وبعد كام ثانيه كده هيظهر قدامنا شويه صور غريبه تحسها صور بعض المراحل في الباك رومز، وبعدها بيظهر قدامنا صوره شخص وشه محجوب، والظاهر كده ان هو قاعد بيسجل بيانات معينه او حاجه زي كده يعني. وما اكتفاش بالشخص ده بس، ظهر بعدها صوره واحد تاني برضه واقف قدام مجموعه اسلاك متوصلين في آلة معينه او حاجه زي كده. اظن ان الاسئله بدات تكتر في دماغك عن اسباب وجود صور الناس دي في الفيديو ده، بس عايز اقول لك ما تستعجلش. تعالوا كده نشوف الصوره اللي ظهرت بعد دي. اظن دلوقتي الموضوع معاك بدأ يبقى معقد اكتر من الاول، بحيث ان الصورة اللي قدامنا دي بتوضح ان في شخص وشه محجوب قاعد قدام كمبيوتر وقدامه زي شباك ازاز كده بيطل على الباك رومز ذات نفسها. اكيد دلوقتي اجابة السؤال اللي انا سألته في الفيديو اللي فات بدأت توضح شوية، والسؤال ده اللي هو هل الباك رومز من صناع البشر فعلا ولا عبارة عن بعد تاني موجود في الكون اللي احنا فيه ده؟ بس حاليا بعد ما شفنا صورة الشخص ده هنقدر بكل بساطة نعتقد ان في مجموعة من الناس عارفين مكان وجود الباك رومز، يا اما عن طريق ان هم وصلوا لها بطريقة معينة، يا اما هم اللي صنعوها من الاساس. بس تعالوا نشوف اخر صورة في الفيديو ده كده. الصورة اللي قدامنا دي مش واضح هي ايه بالظبط، بس وكأننا جوه ممر في آلة معينة وليها باب زي ما احنا شايفين قدامنا كده. يا ترى ايه العلاقة بين الآلة دي وصور الاشخاص دول وصورة الشخص ده بالذات اللي وكأنه بيعمل دراسة معينة على منطقة محددة في الليفل ده من الباك رومز؟ وهل الآلة دي والاشخاص دول والصور دي كلها ليها علاقة بوجود الباك رومز ولا لا؟ اظن ان دي معظم الاسئلة اللي اتكونت في دماغنا حاليا بعد ما شفنا الفيديو الغريب ده. بس استنى، وانا بقلب في قناه كيم بيكسلز كده لقيت الفيديو اللي هيجاوبنا على معظم الاسئله اللي احنا فكرنا فيها من شويه دي، والفيديو ده بعنوان The Third Test، واللي معناها التجربه الثالثه. وهتعرف ايه سبب التسميه دلوقتي لما نتفرج على الفيديو ده.
On July 2nd, 1988, the ASIN research facility tested its low-proximity magnetic distortion system for the third time. Details regarding the results of the experimentation have not yet been released. During a press conference held in April of 1988, Ivan Beck, vice director of the ASIN Foundation, described the intention of these tests, stating this program, if granted sufficient backing from the United States government, will offer a solution to all current and future storage and residential needs and save billions of dollars on property construction and management. اظن بعد اللي انتوا سمعتوه ده قدرتوا تستوعبوا حقيقه الباك رومز بشكل اكبر من الاول، بس ناقص بس اني الخص لكم اللي انتوا سمعتوه ده. زي ما شفنا مع بعض كده من شويه كده في بدايه الفيديو ده، في صوت آلي كان بيتكلم، والصوت ده كان باين عليه ان هو بايظ او تالف او في حاجه مخليه الصوت مشوه شويه، وطول ما هو بيتكلم كان بيتعرض صور توضيحيه على المشروع اللي هو بيتكلم عنه، وقدرنا نستنتج من الكلام اللي هو قاله ده ان في شهر 7 في سنه 1988 في منشاه ابحاث اسمها ايسينك حاولوا للمره الثالثه ان هم يعملوا تجربه معينه اسمها نظام التشويه المغناطيسي منخفض القرب. الظاهر كده ان هما بيحاولوا يعملوا تجربه متعلقه بالتاثير على نسيج الزمكان، وده عباره عن نسيج الزمان والمكان مع بعض. المهم بعدها بيعرفنا ان في شخص اسمه ايفن بيك، وده يعتبر نائب مدير منظمه او منشاه ابحاث ايسينك. المهم ان الراجل ده اتكلم قبل كده في مؤتمر صحفي عن اهداف الاختبارات والتجارب اللي هما بيعملوها دي، وقال ان لو حكومه الولايات المتحده الامريكيه دعمت ومولت المنشاه دي بشكل كافي بحيث ان هما يقدروا ماديا ان هما يعملوا الاختبارات بتاعتهم دي، هيقدروا يصنعوا حاجه تحل مشاكل التخزين في المستقبل، ويوفروا على البلد مليارات من الدولارات اللي هتتصرف في بناء العقارات والمخازن في المستقبل. اظن دلوقتي ان الفكره بقت اوضح بكتير من الاول، بحيث ان منظمه ايسينك بتحاول تعمل اختبارات معينه عشان تقريبا يقدروا يوصلوا او يصنعوا الباك رومز. وبعد ما خلص كلامه جاب لنا الفيديو اللي هم كانوا بيعملوا فيه الاختبار ده للمره الثالثه. تعالوا كده نشوف ايه اللي حصل في الاختبار ده. للاسف الاختبار فشل للمره الثالثه، وزي ما خدتوا بالكم كده كان في شيء قدامنا كده عامل شبه الباب. اظن ان ده له علاقه بالاله الغريبه اللي احنا كنا جواها في الفيديو اللي فات. المهم ان الباب ده كان عليه زي ماده غريبه كده بدات تتلاشى بمجرد ما الاختبار بدا، وبدات تتوهج باللون الاصفر، وفي الاخر كل حاجه رجعت زي ما كانت في الاول بسبب فشل الاختبار. فهل يا ترى منظمه ايسينك هتستسلم وهتقف لحد هنا، ولا هتحاول تعيد نفس التجربه دي تاني لحد ما يوصلوا للهدف بتاعهم؟ وهل الحكومه الامريكيه هتتخلى عن دعمهم بعد فشلهم في التجربه دي للمره الثالثه ولا لا؟ احب ابشرك بالاخبار السعيده. الفيديو اللي قدامكم ده اللي هو بعنوان فيرست كونتاكت او الاتصال الاول هيقدر يجاوبنا على الاسئله اللي احنا قلناها من شويه دي. زي ما انتوا شفتوا قدامكم كده ظهر في البدايه تحذير من الاف بي اي، وده تقريبا معناه ان هم فعلا تم دعمهم بواسطه الحكومه الامريكيه. وبعدها ظهر اللوجو بتاع منشاه او منظمه ايسينك، وبعدها على طول لقينا مكتوب الاختبار رقم 6. ده بكل اختصار معناه ان هم عملوا الاختبار ده وفشل مرتين كمان بعد الاختبار الثالث اللي احنا شفناه من شويه ده، والمره دي احنا حاليا في المحاوله السادسه اللي الظاهر كده انها تجيب نتيجه كويسه. بعد كده هيبدا يورينا شويه معلومات وبيانات عن الاختبار اللي هم بيعملوه ده، ويورينا بعض الالات المستخدمه وهي شغاله عشان يستعدوا ان هم يبداوا ينفذوا اختبار التشويه المغناطيسي منخفض القرب للمره السادسه. وبعد كده بيظهر قدامنا نفس المكان ونفس الاله بتاعت المره اللي فاتت. وقبل ما نبدا ونشوف التجربه وهي بتبدا، عايزكم تاخدوا بالكم ان التاريخ في الوقت ده كان في 17/10 سنه 1989، يعني بعد حوالي سنه كامله من التجربه الثالثه. فتعالوا نشوف مع بعض كده ايه اللي حصل في التجربه دي.
مفاجأة مش كده؟ دلوقتي احنا نقدر بكل بساطة نقول ان تم فتح بوابة بين العالم الواقعي اللي احنا فيه ده والباك رومز، بحيث زي ما شفنا في الفيديو ده كده الظاهر ان هم المرة دي خلوا الآلة دي تستهلك طاقة اكبر بكتير من المرة اللي فاتت، لدرجة انها قدرت تتحمل وتكمل التجربة لحد نهايتها، بحيث ان في البداية خالص بعد ما المادة الغريبة اللي على الباب دي بدأت تتلاشى وبدأ التوهج الاصفر بتاعها يزيد، الآلة بدأت تنهار واحدة واحدة وصفارات الانذار بدأت تزيد وصوتها يعلى، والمكان اللي هم فيه الظاهر كده ان الحيطان بتاعته كانت هتتكسر، وكل ده نتيجة ان هم كانوا بيحاولوا يعملوا بعد تاني او يفتحوا بوابة لبعد تاني. بس استنى، لو تفتكر واحنا بنتفرج على التجربة كده كان ظاهر قدامنا كده زي خريطة بتترسم على هيئة ممرات واوض، شكلها عامل بالظبط زي الممرات بتاعة المستوى صفر كده، وبسبب المشهد الصغير ده اظن ان هم اخترعوا الباك رومز، وان الآلة اللي هم اخترعوها دي قدرت تصنع مكان لا متناهي المساحة. وفي نهاية التجربة دي بنلاحظ ان الآلة تقريبا بقت شبه مدمرة، بس ما زالت فاتحة ابوابها على الباك رومز، وبكده نقدر نقول ان تم اكتشاف او اختراع الباك رومز في يوم 17/10 سنة 1989. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وايه العواقب او الكوارث اللي التجربة دي تسببت فيها؟ وايه علاقة زلزال لوما بريوتا اللي حصل في نفس اليوم والتوقيت اللي الآلة قدرت تفتح ابوابها على الباك رومز؟ وايه سبب اختفاء الناس عشوائيا بعد نجاح التجربة دي؟ حرفيا عايز اقول لكم ان الموضوع ده معقد بطريقه جميله ومشوقه جدا. كين بيرسونز ده شخص موهوب بطريقه فوق الخيال، قدر يحبك القصه بتاعت الباك رومز وفي نفس الوقت يمزجها باحداث وكوارث حقيقيه حصلت في فتره الثمانينات والتسعينات، عشان في الاخر يطلع لنا بالسلسله دي اللي معموله باتقان شديد. تقريبا هو بيفكرني بافلام الخيال العلمي بتاعت المخرج كريستوفر نولان زي فيلم انترستيلر او تينت اللي كان فيهم خيال علمي وتلاعب بالقوانين الفيزيائيه المعروفه. وفي النهايه احب اقول لك خلي بالك من نفسك وخلي بالك من الاماكن اللي انت بتقف فيها، لان ممكن بكل بساطه تقف في مكان غلط ويحصل لك النو كليب وينتهي بيك المطاف وحيد ومستني موتك في الباك رومز.